تعيش مخيمات فوق التراب الجزائري في مخيم بوجدور على وقع احتقان ناتج عن نزاع قبلي حول بقعة أرضية بين عائلتين، إحداهما من قبيلة السكرنة التابعة لقبيلة الرقيبات، والأخرى تنتمي لقبيلة أولاد دليم. هذا النزاع تطور إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن إصابة أحد أفراد القبيلة الأولى. الموقف أدى إلى غضب واحتقان بين سكان المخيمات، ملوحين إلى ضعف سلطات جبهة البوليزاريو الانفصالية في التعامل مع النزاع. وتشير التقارير إلى تجمع قبلي لشباب قبيلة ولاد دليم كتعبير عن احتجاجهم وتمردهم على ما يرونه من ظلم وتجاوزات من قبل سلطات البوليزاريو، وعدم رضاهم عن تحيزها لبعض الأطراف على حساب أخرى. المصدر يشير إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت شائعة داخل المخيمات في السنتين الأخيرتين، مع غياب أجهزة ومؤسسات قادرة على فض مثل هذه النزاعات. يشير المصدر أيضا إلى استخدام السكان لتجمعاتهم القبلية للدفاع عن مصالحهم، نظرا لغياب نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية قوية في هذا السياق. وتجدر الإشارة أيضا إلى حدوث حالات أخرى من الاحتجاجات والاحتقان في مخيمات تندوف، مثل الاحتجاجات على خلفية اختطاف الناشط سالم ماء العينين، والمواجهات المسلحة في مخيم العيون بسبب عصابات التهريب في المنطقة.